للي عم يسمعونا عبر التردد 103.5 وللي عم يشاهدونا عبر البث المباشر راديو بويار وبويار عربي، أهلا وسهلا فيكم، مساء الخير لكم. حلقة جديدة من برنامج صحتك بالدنيا. ضيفتنا الدكتورة شورش عثمان، اختصاصية بأمراض النساء وجراحتها. اسمحوا لي رحب بضيفتنا لحتى نبدأ لقائنا. مساء الخير دكتورة شورش. يا مساء النور، أهلا وسهلا. أهلين أستاذ عماد. شكرا لكم دكتورة خصصتوا بعض من وقتكم لنفيد المستمعين والمشاهدين. لا بالعكس، نحن بالخدمة دائما. شكرا لكم، يعطيك العافية أستاذ عماد. مستمعينا إذا حابين تنضموا لنا أغنوا لقائنا وحوارنا بأسئلتكم واستفساراتكم، أي سؤال بيخطر على بالكم بما يخص أمراض النساء. واليوم اخترنا موضوع جدا هام، يعني موضوع هو مانو يعني شائع كتير، ولكن ذات أهمية كتير مهمة. موضوعنا لليوم هو اكتئاب ما بعد الولادة. في كتير نساء عم يصيبون هالحالات هاي، نسبة معينة يعني. اليوم رح نسلط الضوء على هالحالة هاي ونعرف أسبابها، أعراضها كيف بتكون، كيف بيتم التشخيص، كيف بيتعالج، وعديد من المحاور رح نناقشها مع ضيفتنا الدكتورة شورش عثمان، مثل ما ذكرنا اختصاصية بأمراض النساء وجراحتها. طبعا مستمعينا فيكم تنضموا لنا عبر الاتصال بالرقم الأرضي 429 101 أو عبر الرسالة عبر البث المباشر بوير عربي كتاب يعني. خلونا نبلش كمدخل للقائنا. يا ترى شو هو الاكتئاب ما بعد الولادة؟ كتير الناس هلا بنسمع انه الشخص بيصير معه اكتئاب، سواء كان رجل او امرأة، كبير او صغير يعني، او خلينا نقول بفئات معينة. ولكن اكتئاب ما بعد الولادة يا ترى شو هو؟ الدكتورة رح تعرف لنا على هالحالة. تفضل دكتورة. طبعا أول شيء بدي أتشكرك أستاذ عماد، لأنك مثل ما بنقول نوهت لهذا الموضوع اللي هو جدا مهم. هلا هو الاكتئاب ما بعد الولادة هو من اسمه مبين، هو عبارة عن اضطراب نفسي بصير بعد الولادة، يعني مجرد ما تولد السيدة. بس نحن أول شيء لازم نميز بينه وبين الكآبة النفاسية. النفاس هي الفترة يلي بتمتد من أول يوم ولادة لحتى 40 يوم. بتصيب السيدة شعور بالحزن، القلق شوي. أما الاكتئاب هو يمكن يطلع بعد شهرين من الولادة، يمكن 3 شهور، يمكن يعني أسابيع، شهور، حتى بعد سنة. نعم. هو شعور بالحزن، القلق الشديد، يأس، يعني كرهان الحياة وما فيها. تمام بيستمر. طبعا نحن ليش منركز على أهمية هذا الموضوع؟ لأنه هو احتمال تصير هو اضطراب نفسي، بس احتمال يتحول لمرض إذا ما تدبر أو تعالج بالشكل الصحيح، أو ما مثلا تقدم الدعم المناسب. يتحول بالأخير لأنه تضطر السيدة تفوت لمصح نفسي مثلا، لأنه آثاره كتير كبيرة، سواء على الأم نفسها أو على الطفل المولود جديد، على العائلة ككل، على الزوج، على الشريك، على أي حدا بيقرب، على العائلة كلها، تمام يعني، على المحيط بالسيدة الولدانة كلها يعني. أكيد. تماما دكتورة. هلا دكتورة، هلا عرفتينا عن الحالة بشكل هيك مختصر، والتعريف كان واضح بظن للمستمعين. هلا لو نتطرق على موضوع شكله، عرضه، كثير من الناس ممكن عم يعني تصير معهم هالحالة هاي، ويعني موضوع الوعي قد لا يكون كيف بيكون شكله، كيف بيكون عرضه، سلوك المرأة الحامل بعد ما تولد بتصير مع الحالة هاي. تمام. هلا الاكتئاب إذا بدنا نعرفه مثل ما قلنا هو شعور بالحزن والقلق أو التوتر المستمر. تمام. بس شو هي أعراض الاكتئاب اللي بتجي بعد الولادة؟ أول شيء في مزاج الاكتئابي بنسميه. إذا مو مزاج اكتئابي يعني مزاج الحزين واليائس، بيكون في تقلبات حادة بالمزاج، يعني فورا بتلاقيها هادية قاعدة، فورا بصير مع رد فعل ما بتعرف من وين طلع، انفعال فظيع. في بكاء على طول، يعني بسبب بدون سبب عم تبكي، قاعدة عم تطلع على ابنها عم تبكي، عم تحكي مع أمها عم تبكي، يعني بكاء بدون سبب ومفرطها، يعني تحس إنه في حزن عميق. تماما. في شغلة كتير منوه عليها، ما في عم تحاول، يمكن ما عم تحاول، بس المهم ما بيصير تواصل عاطفي أو ارتباط عاطفي بينه وبين الوليد الجديد. تمام. يعني عم تحس إنه هذا الطفل ما أنا حاببته. أنت بتعرف مثلا غريزة الأم هي شغلة بتنولد معها. هذا الطفل بهاي الحالة بتحس إنه هذا مثلا مو ابنه، أو ما أنا قدراني مثلا تتعامل مع هذا الطفل. دائما انطوائية. أيوة. ما بتحب أبدا، منعزلة، لا بتحب التواصل لا مع العيلة نفسها، يعني زوجها أولادها الباقين. ممكن ترفض الأكل والشرب يعني. أيوة تماما. بيصير عندها يا انعدام شهية بالمرة، يا بيصير فرط
حلو. يعني بصير شيء حالة من النهم، تاكل حتى لو ما جوعانة يعني. شراهة. أو في اضطرابات بالنوم بتصير، يمكن يصير عندها أرق ما تنام أبدا، أو بالعكس ما تفيق من النوم تضل نايمة. تمام. هلا بعدين لتوصل لدرجة بنسميه الاكتئاب الشديد، توصل لمرحلة إنه يمكن تفكر تأذي حالها، تأذي الطفل المولود، تأذي الناس اللي حواليها، يعني توصل لحتى تفكر بالانتحار. هون نحن طبعا فتنا بحالة حرجة جدا نحن بنسميه بالاكتئاب. فهي أغلب الأعراض يلي بتظهر على السيدة وتشير نوعا ما لأنه احتمال يكون في عنا حالة اكتئاب ما بعد الولادة. تماما. رح نوه مستمعينا للي عم يسمعونا وانضموا جديد لألنا، أهلا وسهلا فيكم. للي جديد انضموا لألنا ببرنامج صحتك بالدنيا. ضيفتنا بالاستديو دكتورة شورش عثمان، اختصاصية بأمراض النساء وجراحتها. عم نحكي عن موضوع جدا مهم حقيقة، هو اكتئاب ما بعد الولادة. قليل حكيوا على هالمحور هذا وعلى الموضوع هذا، فنحن حبينا نحكي عن ونسلط الضوء على الموضوع اللي اخترناه. فيكم تنضموا لأن بالاتصال بالرقم الأرضي 429-101 أو عبر رسالة بالبث المباشر راديو بوير وبوير عربي. رح تأغنوا لقائنا بأسئلتكم أكيد. دكتورة، هلأ الأسباب لو نحكي عنها. الأسباب هلأ سبب واضح ومعروف ما في. يعني انه والله في هذا السبب الفلاني اذا صار رح يصير عند السيده اكتئاب ما بعد الولاده، طبعا ما في. بس تخيل استاذ عماد، في نسبه 10 ل 15%، هي احصائيات انه بتقول كل 10 ل 15%، يعني من كل 100 سيده ولدانه جديد، خاصه من يعني الولدانات حديثا، يعني صح. اخر 10 سنين 10 ل 15% بيصيب عندهم اكتئاب ما بعد الولاده، سواء كان معتدل او حتى يوصل للاكتئاب الشديد. هلا في نظريات يلي ممكن انه هي تؤدي لاكتئاب ما بعد الولاده. عندنا شيء اسمه الاضطرابات الهرمونيه اللي بتصير. في جمله يمكن على طول انت بتسمعها اكيد حضرتك متزوج وعندك اكيد تماما. لما بقول انه مثلا السيده يصير عندها مشكله، يا اخي اتركني عندي هرمونات، هاي اللي يعني مثلا تحس تلاقيها معصبه، تلاقيها فرحانه، تلاقيها زعلانه، اضطراب هرمونات. نعم. تبين انه هاي الخربطه بالهرمونات اللي بتصير بعد الولاده، مو ينزل عنا اهم هرمونين عند السيده هو الاستروجين والبروجسترون. نعم. هدول بينزلوا لمستويات الدنيا بنسميها. هاي الخربطه بالهرمونات يلي بتصير بسبب عنا دروب ان مود او هبوط بالمزاج شديد عند السيده. تمام. يعني هاي الكركبه الهرمونيه اللي بتصير عند السيده احتمال هي اللي عم يعملها هذا الاضطراب النفسي. صح. في شيء نفسي داخلي روحاني نحن بنسميه. يعني مثلا تجي تطلع، خاصة إذا كان أول ولد، تماما. إنه أنا يا ترى قد هالمسؤولية، عم تشوف كائن حي قدامك، أنا قدران أهتم بهالولد. أنا بخص تكون بأعمار صغيرة. أيوة تماما. تكون خروس مثلا عند البطن الأول، الأول هذا إنه دائما حس انعدام الثقة بأنه هي قدرانة. هذا الطفل الجديد أو هذا الكائن هو إنسان يعني صغير، صح كائن صغير بس بده احتياجات، في عندها ثقة متدنية بالنفس إنه هي قدرانة تهتم بهذا البيبي. أو الضغوط يلي بالعائلة نفسها. يعني مثلا السيدة حامل كل فترة حملة مشاكل، مهددة بالطلاق، رح تتطلق، انفصلت، مثلا مشاكلها هي وحماتها، مشاكلها هي وأهلها. هاي طبعا عم بحكي لك المشاكل اللي شائعة أكتر شيء بين الناس بمناطقنا تماما. مشكلة نفسية، أي سبب، أي ضغط نفسي يمكن خلال الحمل يصير معه يؤهب لاكتئاب ما بعد الولادة. تمام. بالإضافة حتى الوضع الاقتصادي يلي بتعيش فيه السيدة أيضا تمام، أكيد له سبب كتير مؤهب لما بعد، لأنه خاصة نحن بفترة صارت الحياة المعيشة جدا صعبة للأسف. احتياجات البيبي بقد احتياجات فردين بالغين. صح. فهذا الشيء كمان بحاولها بحالة من إنه الاستسلام التام، إنه خلص خليه يموت أحسن، ما بدي إياه. تمام. بيوصلوا لهالمرحلة، تخيل، من مراحل الاكتئاب. تمام. دكتورة، هلأ من خلال حديثك قبل شوي يعني التمست موضوع مهم كتير، أنه طيب عامل الخطورة بالأسباب ممكن لشو يؤدي إذا تفاقم هالحالة، تفاقمت الحالة أو الحالة ما تشخصت. تعرفين نحن مو كلياتنا بمدن عايشين، في ناس بقرى ممكن وحدة تنصاب. فيعني عامل الخطورة ممكن لشو يتأدي مع هالمريضة هاي؟ عامل الخطورة أو عوامل الخطورة الموجودة إذا ما تقدم دعم نفسي بعدها بشكل سليم، لأنه هلا نحن بس لما نجي نحكي لك كيف بدنا ندبر أو نعالج رح يكون الدعم النفسي هو الأساس. إذا ما تدبر بشكل صح، الاكتئاب هذا ممكن يتحول لاكتئاب شديد مرضي. يعني تخيل
نحن عملنا دراسة من كم سنة مثلا لهذا الموضوع، إنه الاكتئاب ما بعد الولادة لشو ممكن يؤدي. تخيل خلال 2 سنين 6 سيدات انتحروا. السبب الوحيد هو كان الاكتئاب ما بعد الولادة. ليش؟ لأنه ما تلقوا الدعم النفسي المناسب، أو إنه ما نفهم الوضع اللي هن فيه. يعني الوضع اللي هن فاتوا فيه بصراحة هي شغلة لا إرادية. يعني مو دلال نسوان. مو أنا السيدة والله جاي عبالها ما تحب البيبي. مهم كتير يا ريت إنه هالموضوع هذا إنه هو ما أنا شغلة بإيدها يعني. هن أكتر شيء أصلا أكتر سبب مسبب للاكتئاب عندهم إن هن مو قدرانين يعملوا شيء. عم يحاولوا بس ما ثبت معهم. فالانتحار يعني الموت. هاي الشغلة يعني إذا ما دارك بالوقت الصحيح بالأسلوب الصح، أو يعني مثل ما بنقول التدبير الصح، رح يؤدي ل كوارث. حتى لو بدنا نبعد عن الانتحار، نفترض انه هو شغله اخف يعني اخف، تفقد صحتها النفسيه. صح. ممكن تحتاج لمصح نفسي، يمكن تحتاج لجلسات طويله من العلاج النفسي. ممكن الاهل يعني يطلبوا الانفصال. ايوه تماما. ممكن يعني ممكن الاسره كلها تتفكك. صح. يصير بالعكس تزداد المشاكل. اخر شيء انه لا خلص الانفصال احسن. هاي السيده الطرف الاخر ما يستوعب الحاله، ما يتحمل انه يعني العفو عن هالتعبير هذا، ممكن انه بمناطقنا يعني كثير من الناس يعني انه الشخص اللي بينصاب باكتئاب او بحاله نفسيه مارقه ربما تكون عابره، ممكن يعني يتهموه بمريض نفسي يعني. تماما مثلا يعني اكيد راح نتطرق لموضوع هو محور هلا خطر على بالي ضمن موضوع العلاج اكيد. لكن للي عم يشاهدونا وطبعا سلاماتنا لهم، سواء كان اطباء ونخبه من الاطباء وورود من الاطباء عم يشاهدونا، سلاماتنا لكم جميعا. انتم ايضا عم تشاهدونا وتأغنوا لقائنا. اكيد اذا حابين تسالوا يا ريت تتفضلوا تأغنوا لقائنا باسئلتكم. سلاماتنا لكم جميعا اطباء للي عم يشاهدونا برنامج. هلا نحن عم نحكي عن موضوع الاسباب وعامل الخطوره كثير مهم. الدكتوره حكت عن الموضوع، لكن موضوع العلاج دكتوره لو نحكي عنه، طيب هلا اللي عم يسمعنا كيف بيكون العلاج؟ كيف بيكون التدبير؟ علاج دوائي بالمشاركه مع طبيب نفسيه، جلسات، كورسات، كيف بيكون؟ هلا اول شيء انا بدي اشوف للدرجه اللي واصله فيها السيده للاكتئاب. احتمال يكون اكتئاب او التشخيص دكتوره لو نحكي عنه يعني. هلا التشخيص قبل شوي ذكرنا الاعراض يلي ممكن تظهر. مثلا اهل البيت يشوفوا اذا ظهرت عرض، يمكن كل هالاعراض تظهر عند السيده ويمكن عرضين 3 ممكن. تمام، انا ما فيني اهمل ولا عرض متفاوته يعني. تماما. ايوه. فاهل البيت هلا طبيا او علميا فينا نقول هو في مقياس اسمه مقياس أدنبرا للاكتئاب. تخيلوا عملوه بس لمراقبة الاكتئاب ما بعد الولادة عند السيدات. مقياس أدنبرا. أيوة. هو مقياس هو عبارة عن 10 أسئلة. تقعد السيدة الطبيب سواء كان نسائية أو طبيب نفسية يسألوا للسيدة. هلأ غالبا السيدة بس تولد أكتر شخص بترتاح معه هي الدكتور يلي ولدها. صح أكيد. بيجوز ما ترتاح مع زوجها، مع أمها، أختها، حدا، بس ترتاح مع الطبيب. ليش؟ لأنه شافها بأسوأ حالاتها. تمام. فتجي تتناقش مع الدكتورة، سواء كل الأطباء الزملاء اللي عم يسمعوني، أنا بحب اهتم بالجانب النفسي للمريضة بعد الولادة. صح. بعد ما خلصت فترة الحمل. مثلا تجي لما انت تناقشها، هذا مقياس أدنبرا هو عبارة عن 10 أسئلة عن الأعراض اللي ذكرتهم قبل شوي. انه يا ترى هاي السيدة مثلا عندها مشاكل بالمزاج، اضطرابات، عندها حزن او يأس، عن الاضطرابات النوم، اضطرابات الأكل، اضطرابات التواصل. هي عبارة عن أسئلة بينحط لك كل سؤال نقط من 0 ل3. فإذا كان أخذت، طبعا العلامة هي من 0 ل30. تمام. كل ما كانت أقل من 10 معناته هي بمراحل الاكتئاب الخفيف نحن بنسميه. 10 لل15 صار اكتئاب معتدل. فوق ال15 نحن وصلنا لحالة اكتئاب شديد، نضطر وقتها طبعا أنا بحاول من الاكتئاب المعتدل للشديد إنه نحن دائما نستعين بالطب النفسي، الأخصائيين النفسيين. نعم. تمام. نحن قد ما حاولنا ندعمهم، الأخصائي النفسي دعمه رح يكون بشكل أكبر، بشكل أكاديمي أكثر. تمام. فحسب الأعراض اللي ظاهرة عند المريضة. يعني مثلا في مريضات أو في سيدات، هي كلمة مرض تعتبر كبيرة شوي. بعض السيدات مثلا هي بس شوي مكتئبة، ما حابة لا تطلع برا البيت وتقعد مع هالبيبي وبس، يعني بس لا تتواصل مع حدا ولا حدا يتواصل معها. فيها مثلا رفيقتها
أو يعني معالجة سلوكية نحن بنسميها، أو أي حدا مقرب لإلها أو أي حدا هي بترتاح لها يعني. تمام، بفتح الشخص تمام، تعدلها السلوك شوي. تمام، إنه خلص تحاول تغير نظرتها، تحاول تدعمها إنه ليكي في كتير أمهات وفي كتير سيدات وهي مرحلة صعبة رح تتجاوزيها. أحاول أنا احترمش الوضع اللي هي فيه تماما، ما استهين فيه، ما أقول ده ما حدا غيرك ولد مثلا وشو هاي والله نحن سيدات صح. والله ولدنا وجبنا 10 وما أيوة صار، بالمقارنة مع تاريخنا القديم تمام. يعني الاستخفاف بالمشكلة هو بحد ذاته مشكلة. صح، فنحن نحترم هذا الوضع اللي هي فيه قد ما كان صغير. أستاذ عماد نحن لازم نحترمه صح. تمام، مجرد ما تحترم الوضع اللي هي فيه الحالة ترتاح تماما. بس لما بيوصل لمرحلة إنه هي لا عم تاكل لا عم تشرب لا تروح لا تقرب من البيبي، لا ترضعه مثلا، لا تهتم فيه، بالعكس بعيدة كل البعد عن عائلتها عن طفلها. نعم. هون نحن رح نضطر نحتاج لعلاج نفسي، يمكن نحتاج لمضادات اكتئاب صح. طبعا باستشارة أخصائي نفسي تمام، لأنه إذا كانت نفترض ما مرضعة في أدوية مضادات اكتئاب بتأثر على الرضاعة تمام. إذا وصلت لمرحلة شديدة كتير، وصلت لدرجة إنه مثلا أنقذوها 2-3 من إنه بدها تنتحر أو بدها تأذي حالها أو بدها مثلا تجي تخنق البيبي، يعني في حالات أو أرقام مرعبة لمحاولات السيدات أذية البيبي يلي جاي. ليش السبب؟ اكتئاب تمام، لأنه هدول تسجلوا عالميا يعني. ايه تمام. ارقام مرعبه عن جد. انه بس بدي نوه لشغله، انه ليش هن بيحاولوا يأذوا هذا البيبي. في شغله بجوز ما حدا بيعرفها، بس انا سمعانتها كتير من السيدات ومراجعات اللي عم يجوا، انه هن بيتوقعوا شيء وبيطلع شيء. يعني أنا لما حامل حاطة نظرة بطفلي رح تجيني بنوتة حلوة كتير وشعرها أشقر وعيونها خضر يعني كمثلا. بتجي بيبي مثلا سمرة خيو للجد السابع طالعة هذا كمان ايه أحد الأسباب تكتئب يعني. عن جد شكل البيبي المتوقع بتكتئب. الجنس أنا عندي 4 بنات، أنا تركت الجنس تحديده لوقت الولادة. اجتها بنت الخامسة اكتئبت انه بدي صبي، كان بدي صبي، او مثلا خلال فتره الحمل لما اكتشفت جنس الجنين اكتئبت من وقتها وتواصل، وهذا الاكتئاب كمل معها لحد ما ولدت الانجاب يعني. تمام، يعني هذا التوقعات، سقف التوقعات اللي عم يرفعوه بالبيبي تماما ايه، انه هن بيتوقعوا هلا البيبي رح يجي كل الأولاد حلوين طبعا عن جد، كلهم هالك كتلة من الطاقة يعني. والبيبي شو ما كان منظره أول الولادة رح يتغير 180 درجة خلال 6 شهور تمام. بصراحة أنا كل الأولاد اللي أنا بولدهم شايفينهم كتير حلوين أكيد. أنا بشوفهم عن جد فظيعين. هذا كله أكيد مراقبة. الأهل يعني يحاولوا، أو السيدات الحوامل اللي عم يسمعوني هلا، إنه نحن أكيد كلنا بدنا أولاد ظراف وحلوين، ونحن أهم شيء الصحة طبعا. إجا بيبي صحي سليم خلقة تامة ما عنده أي مشاكل لا جسدية، خلص هذا يكفي. البيبيات كلهم حلوين رح يكبروا بكرة رح يفوتوا على 150 شكل تاني رح يأخذوا. فهي شغلة كمان بتزيد الاضطراب النفسي عند السيدات. ممكن ما توصل لمرحلة الاكتئاب، بس إنه هذا ما بيعني إنه هن ما بيضطربوا نفسيا بعد الولادة. تماما. قد يكون تأزم الحالات دكتورة مثل موضوع هلا عتبة الألم بتفرق بين شخص وشخص. تمام. يعني في ناس بيتحملوا الوجع، في ناس ما بيتحملوا الوجع. فالموضوع هذا بيتفاوت من بين مريض لمريض يبدو. دكتورة من شوي حكيتي عن موضوع الإحصائية، قد إذا ما خابني التعبير. الإحصائية اللي صارت هاي كان بسوريا وبدمشق يعني دمشق حاسة، والحالات هاي سجلت يعني فهي نسبة لا بأس بها على مستوى المدينة تعتبر العاصمة يعني. فإذا أكيد الرقم رح يكون أكبر من هيك أكيد طبعا، طالما نحن ما نعمل هالإحصائية الدقيقة على مستوى سوريا كاملة. والظروف الراهنة هي بتأزم الحالة أكيد صح. أحد أسباب الظروف الحالية اللي عم نعيشها. طبعا مستمعينا للي عم يسمعونا وللي جديد انضموا لنا مرة تانية أهلا وسهلا فيكم بحلقتنا وبرنامجنا صحتك بالدنيا، البرنامج اللي عم نستضيف فيه أطباء عم نناقش موضوع معين، دائما موضوع مهم بتلامس حياتكم وصحتكم. اليوم حبينا ننوه عن هالموضوع هذا، الاكتئاب ما بعد الولادة. أي حدا حابب ينضم لنا يعني يسأل ما في مانع، فيكم تتصلوا معنا عبر الرقم الأرضي 429
101 أو عبر الرسالة عبر البث المباشر. طبعا الأرقام واضحة على الشاشة. بوير عربي وراديو بوير. رح تأغنوا لقائنا بأسئلتكم. دكتورة اليوم ما شاء الله يعني كتير محضرة نقاط جدا مهمة، يعني أنا كنت حقيقة بجهلها ولا قاري عنها ولا سمعنا أكيد، ومشكورة طبعا على هالمعلومات القيمة جدا. دكتورة، مثل ما ذكرتي انه ممكن العلاج يكون بالمشاركه مع طبيب امراض نفسيه. تمام. هل المشاركه هاي كيف بتكون؟ دوائيه ولا كورسات انتم بتقدموها، ولا ممكن هيك شوي نوسع اكثر؟ تمام. هلا انا اول شيء مهمتي كطبيب اخصائي مشرف على حاله هاي السيده انه انا افهم هي عن جد وصلت لمرحله صارت بحاجه لا عن جد اخصائي تاني يفوت بالموضوع، اخصائي امراض نفسيه. رح اكتب حاله المريضه، اعمل له كاحاله. تمام. انه المريضه حاليا او السيده الفلانيه صار لها ولدانه كذا، عم تعاني حاليا من الاعراض التاليه بعد متابعه. هلا الاخصائي النفسي طبعا كونه صارت معنا وفاتوا عنا سيدات بالاكتئاب، كانت المعالجه على هذا الترتيب التالي. نحن بعد ما استشرنا اخصائي نفسيه، هو تواصل معه طبعا، قعد معه جلستين 3، عرف لاي درجه من الحزن هي واصله، بسموه الحزن العميق. واصله. بعد ما فهم وضعها، في سيدات مثل ما قلت لك مجردها مناقشة، قاعدة مسايرة بينه وبين الطبيب، طلعت من الحالة وما أحلاها. كم جلسة، يمكن احتاجت لأكثر من 3 جلسات، بس مجرد حديث أخذ وعطى بينه وبين الطبيب الأخصائي النفسي، تحسنت. رجعت لي المريضة بعد تقريبا شي 3 شهور، كانت عن جد شخص تاني تماما. كانت متغيرة نفسيتها، حتى عم تضحك انه تقول انا انه كيف كنت افكر موصل حالي لمرحلة تبكي من فرحة انه هي عن جد تجاوزت مرحلة صعبة. في سيدتين اضطروا ياخذوا مضادات اكتئاب ثلاثيه الحلقه. هاي التجربه يعني. تمام. اي عم بحكي لك تجارب انه هن اضطروا ياخذوا يتوضعوا على مضادات اكتئاب، طبعا مثل ما قلت لك باشراف اخصائي. سيده منهم كملت الرضاعه، طبعا اعطاها دواء معين، وسيده منهم ما قدرت تكمل، انه خلص شوي شوي صار في قبول للوضع، وعلى ادويه الاكتئاب تحسنت، راح القلق، التوتر، هذا الارق اللي هي كانت عم تعاني منه تحسن. هلا بس بدي نوه لشغله، انه نحن بس نحاول نبعد انه والله جنت بعد الولاده، هذا المصطلح يقال يعني بينقال كتير للاسف. تمام. هلا كل الاكيد الاطباء اللي عم يسمعوني او طبيا ما في شيء علميا او طبيا مصطلح المجنون للأسف ما في. يعني تمام. هو ما هو موجود. فكيف سيده بعد ما ولدت انجنت، فقدت عقلاتها مثل ما بيقولوا. بس أنا بدي أنوه لهاي الشغلة إنه ما في شيء اسمه جنون بعد الولادة ولا فقدت عقلاتها، هي حالة نفسية عم تعيشها تحترم جدا لازم. في حالتين لسيدتين، واحدة منهم طولت معها أكثر من 3 سنين، يمكن لحد هلأ عم تعاني بصراحة. ما عاد قدرت لا على إنه تتقبل البيبي أبدا، ولحد هاللحظة هي عم تتعالج. طبعا للأسف الأكبر في سيدة انفصلت يعني تمام، بس هي إنه صارت أحسن نفسيا، بس أثر يعني بشكل كتير كبير على حياتها وحياة أسرتها كاملة. على هالموضوع هذا عفوا دكتور على المقاطعة، الأخت جيهان كمان هي يعني عقبت على كلامكم، سلامي لكم دكتورة. في كتير عائلات مو واعيين، ما يقدروا إنه يعني هي تعبيرها شوي الكتابة ما أنا واضحة زيادة، إنه وصلت المرأة لحالة الاكتئاب ويقولوا إنه انجنت، يعني ممكن حدا يكون عامل لها سحر او كذا. فهل الامور هاي مثل ما ذكرت هي عم تحكي عن الواقع اللي عم تعيشه، وعم يقارنوا فيهم غيرهم، هذا الشيء يزيد الطين بله ويزيد الاكتئاب عندهم. شكرا لتعقيبك اخت جيهان. تفضلي دكتوره. تمام. ولا يهمك. فالمعالجه هي حسب الحاله مثل ما خبرتك وصلت للمريضه. في سيدات على جلسات، طبعا في سيدات بيحتاجوا جلسات طويلة، يعني ممكن لشهور. تمام. بس انه جلسة. في سيدات لا الوضع تبعهم بيحتاج لمضادات اكتئاب ليقدروا على النوم، يفتحوا لهم الشهية شوي، يقدروا ياكلوا، يتقبلوا. وللأسف سيدات بيحتاجوا انه لعلاج لسه مكثف اكثر، ما رح تقدر تاخده بالبيت، فتضطر انه مثلا تفوت للمصح النفسي. طبعا هذا بيزيد الطين بلة، انه اذا اضطرت تفوت لمصح نفسي. بس انا عم اذكر هاي المعلومه مشان الناس تنتبه لاهميه هاي الحاله يلي عم بتصير. ليك استاذ عماد، اساس كل هالمعالجات هو
تقبل هذا الحالة من الناس الأهل المحوالينا. نعم. طبعا المجتمع نعم. يلي بيحيط فيها. أبدا عدم الاستخفاف بالحالة، لازم يشيلوا الحمل طبعا. في جملة أنا قريتها على طول أنا بحب أقولها، إنه بيقولوا من حق، هاي من حقوق الإنسان من حق كل إنسان إنه يشوف مشكلته أكبر مشكلة بالحياة. صح. قد ما كانت تافهة المشكلة بس أنا حقي، أنا شايفة مشكلتي بجوز بالنسبة لغيري، بس أنا حقي حق مشروع، إنه حقي مشكلتي هي أكبر مشكلة. فأنا بدي أحترم هاي الشغلة عند السيدة يلي عم بتمر بهاي الحالة. ودعم نفسي، على فكرة الدعم النفسي قد ما هو كمصطلح كبير هو بسيط جدا. نعم. مرات جست صغير منك بيخلي شخص يتقلب من مزاج لمزاج. تمام. أغير لا كيكة تجيب لها السيدة، هلا في الكلمة هاي طبعا ناقصات عقل ودين ولو انه هلا انه العاطفة هي الغلابة. تمام. ايه لما بقول ناقصات عقل، العاطفة هي الغلابة. فالسيدة فيك تضحك عليها بكلمتين عن جد. يعني ايوه تمام. يعني الزوج اللي عم بيسمعني مثلا، شفت المدام بعد الولادة فاتت بحالة، تغير سلوكك، زيد الاهتمام، زيد. بعرف ظروف الحياة صعبة، الواحد مرات مو ناقصه، بس يعني نحن يعني أحسن ما نكون بشي ونصير بشي تاني. يعني بتضل الأنثى هي بحاجة لجرعة بلاس، يعني جرعة أكثر من اللازم عن جد. إيه دكتورة، حتى من ضمن حديثك إنه قد السيدة المرأة اللي عم تنتابه هالحالة هي ترتاح مع طبيبتها أكثر من الطبيب النفسي، لأنه هي بالأساس طول فترة الحمل وما قبل الحمل كانت عم يعني اللي عم لاحظوا أغلبية الأطباء النسائية بتصير في زمالة بين الطبيب والمريض يعني. فهالشي هذا ممكن إنه المريضة ما تحتاج لطبيب نفسي، لأنه هي طبعا كفاءاتنا وأطبائنا أكفاء حقيقة، ويعني قد الحمل إنه يشيلوا هالحمل هذا. فالمريض هو نفسه ممكن يرتاح مع الدكتورة أو طبيب الشخصي، لأنه يعني هي بتصير في بيناتهم حتى يعني زمالة وصداقة يعني. ممكن يرتاحوا معكم أكثر يعني. بنوجه تحية للدكتورة جيلان السيد كمان، لكل اللي عم يشاهدونا أطباء ومستمعين ومشاهدين فردا بنوجه لكم تحيات ملء المحبة والاحترام. هلا نحن وصلنا لنهاية محورنا وزبدة لقائنا. طبعا نحن دائما عبر منبر بوير بنوجه توصيات، إذا خلينا نسميها نصائح، يعني ما راح نقول إن هي نصائح وقاية، ولكن توصيات للأصحاء، للعوائل للي بيمروا بهيك تجارب عبر منبر بوير. وبتوصيات الدكتورة شورش راح يعني نوصل لكم هالرسالة هاي. فشو توصي المستمعين؟ أول شغلة عن جد أنا بدي أرجع أتشكرك ماضينا التشكرات. بدي أرجع أتشكرك عن جد. دائما النقاط اللي عم تنوه عليها هي عن جد مهمة، وإن شاء الله يا رب اللي عم يتابعونا يفهموا منيح. أكثر توصية أنا بدي يعني أقولها أو أنا بدي وصي فيها دائما هي إنه دائما الدعم، تقديم الدعم سواء صغير كبير للسيدات بعد الولادة. نعم. فترة الحمل هي حالة فيزيولوجية من أصعب الحالات الفيزيولوجية اللي بتمر فيها السيدة. فترة ما بعد الحمل يعني فترة الولادة خاصة أول 6 شهور حساسة جدا جدا جدا. طبعا لأنه التغيرات اللي بتصير فيها كتير كبيرة، خاصة لما بتصير على مستويات إنه والله أنا كنت رشيقة وشوف الوزن اللي صار فيني. فأنا حاول العائلة سواء كان الزوج، الأهل، العائلة الصغيرة والعائلة الكبيرة يقدموا الدعم لهاي السيدة بس لتتجاوز. هي محنة، هي حالة اضطراب نفسي، بس تقدر تتجاوزها. يعني اللي حواليها يتفهموها، صدقني رح تكون معالجتها كتير سلسة، معالجة سهلة. حتى لو اضطرت للعلاج الدوائي نحن ما نكبر الموضوع، ما نعمله ضخم، ما نخرب لها ثقتها بنفسها، إلا أنه أنت والله جنيتي عم تاخدي أدوية نفسية، أدوية. هذا الشيء هو رح يدعم السيدة. يعني هذا هو وجه أو الأساس المعالجة لهيك حالات بصراحة. شكرا لكم دكتورة على هالحضور الجميل والمعلومات القيمة. ألف شكر لكم. شكرا لك أستاذ عماد. شكرا لحسن متابعتكم مستمعينا ومتابعينا. على أمل نلقاكم الأسبوع القادم ضيف جديد وحلقة جديدة. تضلوا بخير وسلامة.